بسم الله الرحمن الرحيم. الدوري المصري وأندية الدوري المصري وكل فريق حاول إن هو يدعم ويعمل صفقات تفيده وتفيد فرقته. هنبتدي بالثلاثة الكبار، نادي الزمالك وبيراميدز، وهنختم بالعسلية ده النادي الأهلي. تعال اتكلم معاك الأول على صفقات نادي الزمالك. نادي الزمالك نقدر نقول إن هو دعم بفريق جديد، فريق جديد من أول وجديد، يمتلك حوالي 8 أو 9 صفقات جداد، لكن ولا أنا ولا أنت نقدر نحكم عليهم، لأن مفيش فيهم اسم لامع ولا فيهم اسم نقدر نقول إن الصفقة دي جاية فعلا تضيف لنادي الزمالك. كلهم أسماء عاديين، وفي أسماء أصلا أنا وأنت ما نعرفهمش، جداد على ودننا يعني. أما نادي بيراميدز شايف إن فرقته مستقرة وواقفة على رجليها، ودعم بواحد يعني استغفر الله العظيم جايب داهيه. يعني بيراميدز عامل فريق كويس جدا جدا جدا، وراح معوض رحيل ابراهيم عادل بايفرتون. شوف انت بقى، ايفرتون دي سيلفا اللي النادي الاهلي اصلا كان بيفاوضه، لعيب يعني حاجه ما اقولكش. واحد لواحد اوكي، شغاله معاه الحكايه ايه، مهلبيه، ما بيعطلش. واحد لواحد، واحد لاثنين، واحد لثلاثه، هو على الاوبشن ده بتاعه، هو بيحب الناس تخش عليه. يعني واحد لو ما دخلش عليه يقول له خد نجم خش عليا انا ماشي لوحدي. ده عم بيرتون تيسيلفا فرقه، وشايف ان هو هيبقى قنبله قنبله في السيزون ده. وجايب مصطفى زيكو، يعني اعتقد ان هو هيبقى دكه يعني، والمشاركه بتاعته هتبقى ضئيله. فانت تقدر تحط تشكيله بيراميدز. اقدر احط تشكيله بيراميدز اللي هتلعب معروفه للجميع، بس طبعا هنحط عليها مكان ابراهيم عادل ايفرتون ده يعني انا مستنيه اتفرج عليه، لعيب اللي بيحب الكوره يحب يشوف النوعيه دي. اما بقى عم الدنيا وعم المجال ده عامل بقى حرب ضروسه. ايه عامل حرب الضروسه دي؟ يعني ايه عامل حرب ضروسه؟ عامل معجنه والله زي ما بقول لك. كان ناقص يعني، ما سابش حاجه. جاب الاخضر والياب، صفقه جماهيريه جاب، صفقه فنيه جاب، صفقه مهلبيه جاب، ما سابش. يعني موسم صفقات محترم. بس ثانيه بقى، تعال اقول لك على حاجه مهمه قوي. بس هتقولي بس ايه يا عم، ده انت شكرت وعملت وسقفت وعملت الواحده الامباليه. اقول لك لا، تعال بقى اقول لك على كلمتين مهمين قوي. انت عامل معجنه في مراكز واحده. يعني ايه مراكز واحده؟ يعني انت عندك الوينج رايت ده في خناقه، هنتكلم عن الخناقه دي. الوينج ليفت خناقتين، نص الملعب 3 4 خناقات. ايه يا عم خناقات ايه يا عم؟ انت جاي تعمل مشاكل وتقول خناقات وبتاع؟ مش خناقات ان ضرب، لا سمح الله. انت عندك منافسه شرسه بين اللعيبه، منافسه مرعبه. عندك الوينج رايت دي 3 4 تحتار تنزل مين فيهم. الوينج ليفت 3 أو 2 أو 3 تحتار تنزل مين فيهم. نص الملعب حدث ولا حرج، قول زي ما انت عاوز تقول، قول. حاجه ممتعه، حاجه تخليك تبقى مبسوط ان انت عندك فريق. قسما بالله الفرقه دي مش هتسيب، حتى لو النادي الاهلي حب ان هو يخش دورات رمضان، يلعب رمضان الجاي في دورات رمضان، هياخد كل مراكز الشباب، كل دورات مراكز شبرا بقى وحلميه زيتون زينهم كله، مش هيحل. هنبعت خمسه في كل مركز شباب، وهناخد البطولات كلها. فانا يعني اعتقادي وطموحات الجماهير اللي خلت الاداره تخلي الجمهور يطمح الطموح ده، ان احنا ما نسيبش حاجه، ما نسيبش. توت الشاي الاخير ده هنشربه بالتفل اللي فيه. مش عايز احسد، ومش عايز يعني عيني عليهم بارده، بس احنا ان شاء الله هنشوف موسم باذن الله تاريخي كعاده النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره مدجج بالنجوم، عشان بس ما حدش يقول لي ايه النجوم والنادي الاهلي عامل فريق نجوم. لا يا حبيبي، احنا طول عمرنا فريق نجوم. ارجع بالتاريخ ورا كده وانت تعرف، طول عمر النادي الاهلي مدجج بالنجوم. بس ال الاعداد المره دي اكتر. كل مكان فيه 3 أو 4. انت محتاج، الصفقات دي حلوه قوي، انت محتاج شخصيه.
شخصيه تدير اللعيبه دي ونفسيا، وان هم يحبوا المدير الفني ويسمعوا كلامه ويعرفوا ان كل واحد هيبقى ليه دور، كله هيبقى ليه دور. لو قدرت توصل للعيبه دي ان الفرقه هي النجم، في وجود كل النجوم دي الفرقه بتاعتنا دي هي النجم، 3-4 سنين وداع يا دنيا وداع. اتدلع بقى براحتك ويمشي براحتك في افريقيا ويمشي براحتك في كل حته. مزاج عالي قوي وكرة حلوه قوي وفنيات عاليه قوي، وان شاء الله ان شاء الله انا يعني متفائل بريبيرو. ريبيرو انا متفائل بيك، اوعى تخزني. انت محظوظ يا ابني، انت جيت كده هوب تعالى كاس عالم بتاع، خد درب الحبه دول. مين الحبه دول؟ لا دول نجوم بقى. انا ما اعتقدش ان انت اصلا في تاريخك مرنت الحبه دول. الحبه دول بعيد قوي. ربنا يوفقك، وان شاء الله النادي الاهلي هيعمل موسم استثنائي كالعاده. وعايز اقول لكم على حاجه باذن الله. فاكر لما كنا بننهي الدوري قبل لا بس عشان الدورين. طب باذن الله باذن الله الدور الثاني ده المرحله الاخيره في الدوري هتكون تحصيل حاصل، وافتكر كلامي. شكرا.